قلبي واجعني قوي على ابني، عايزه اطمن عليه بس ما حدش عايزه حد يساعدنا ويكون صواب. ابوه تعبان 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 وانا تعبان الاخرى وامام وكل الدنيا. عايزين نروح من الحته الوحشه دي بالله عليكم. عبد الله كان غلبان وفي حاله، وجع قلبي قوي عبد الله. ما كانش ليه مشاكل مع اصحابه ولا اي حاجه؟ لا ما كانش عمره قال لي ياما ما فيش حد، ما كانش حد بيقول على اي حاجه ولا عمره اشتكى من حد زعله. كان في حاله وهو كان جدع وكويس. احنا لما مسحنا البحر ده بقيتوا تنزلوا للعمق؟ 5-6 مرات نمسح البحر، 4 رجاله غواصين، 2 يبدلوا 2 ينزلهم، وجبنا الارضيه. العمق هنا 7 متر، المكان اللي انت فيه 7 متر غوط، جبناه وجبنا العواميد كلها برجالتنا وما لقيناش حاجه. لو موجود هنا كنا جبناه، لو في سيخ حديد كنا جبناه، ومش اول واحد ينزل عليه نجيبه. احنا جبنا ناس كتيره من الميه، ناس البحر ده؟ ايوه 2 و3 واللي بقى له 4 ايام جبناهم، ولكن ده مش لوش وجود. انا اللي بقول لك انا بندور على سراب. بتعيط ليه؟ عايز عبد الله. نزلت مركز ومدينه مشتول السوق عشان ارصد لكم لغز من الغاز البرنامج. النهارده انا في قريه الصحافه التابعه لمركز ومدينه مشتول السوق. عبد الله الذي يبلغ من العمر 20 عام وقع زي ما اصحابه بيقولوا، ولا حد كلام اصحابه، الساعه 1 بالليل في المكان ده. مش ده اللي انت حضرتك وراه لنا؟ من المكان ده زي ما حضراتكم شايفين نزل هنا، اصحابه بيقولوا وقع في المكان ده وبقاله 14 يوم لسه ما خرجش. البحر زي ما حضراتكم شايفين يعني مش كبير للدرجة انه يقعد 14 يوم. جابوا غواصين حضراتكم. طب تعالى اتفضل يا حاج اتعرف بحضرتك. حاج كمال عطوه من هنا من الشرقيه. طب استاذنك قد حال والدته؟ عايز بس اطلعه من الميه، اعرف بس قبره فين. بالله عليكم ساعدوني، يعطوا له جواب البشريه تطلع عليه. بقاله 14 يوم يا حاج. ابن حبيب قلبي عايزه اطمن عليه. بالله عليكي ساعديني، هاتي لي الجوافع البشريه بالله عليكي. قلبي فيه ولع من جوه، محدش حاسس بالنار اللي انا فيها. يعني هم الغواصين اثروا في حاجه؟ مش بينزلوا تحت، ما بينزلوش في القراور. طب قوم كلمينا استاذنك. عشان يشوفوا كده، خليها تشوفها بس عشان ايه وشك كده اهو، وشك للكاميرا. هو كان فين في اليوم ده يا حاج؟ كان طول النهار معايا في مشوار، وجينا بالليل كده هو خرج بقى راح الشغل، وجي من الشغل بقى بيشتغل ايه؟ شغال كده شغلانه مع واحد في مشتول جنبنا يعني. وجي بقى بالليل كده جابوا بيتزا وجم كده يفكوا عن نفسهم شويه وقعدوا شويه، وجالنا بقى الخبر الساعه كانت 1 كده، قالوا له عبد الله كان طالع يعدي عشان يروح، راحت الجلابيه مكعبله ونزل هنا في ده الميه. كلام اصحابه اللي كانوا معاه. ما حاولوش، ما حدش فيهم حاول ينزل يجيبه او نزل وراه بس بقول ما قدرتش. طب ما قالش هو وقع في المكان النهون بالظبط؟ اي بيطلع كده يطلع يحط رجله، راحت رجله صار الجلابيه كعبلته نزل في الميه. وبقول لك مشيت معاه شويه كده 15 يوم النهارده بقالنا كده يعني ما فيش الا الغواصين دول بس اللي جم. عايزين حد ينزل قرار البحر. هاتلنا الجوافع البشريه دي بالله عليك ساعدينا. قلبي واجعني قوي على ابني، عايزه اطمن عليه بس ما حدش عايزه حد يساعدنا ويكون صواب. ابوه تعبان 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 وانا تعبان الاخرى وامام وكل الدنيا. عايزين نروح من الحته الوحشه دي بالله عليكم. عبد الله كان غلبان وفي حاله، وجع قلبي قوي عبد الله. ما كانش ليه مشاكل مع اصحابه ولا اي حاجه؟ لا ما كانش عمره قال لي ياما ما فيش حد، ما كانش حد بيقول على اي حاجه ولا عمره اشتكى من حد زعله. كان في حاله وهو كان جدع وكويس. احنا لما مسحنا البحر ده بقيتوا تنزلوا للعمق؟ 5-6 مرات نمسح البحر، 4 رجاله غواصين، 2 يبدلوا 2 ينزلهم، وجبنا الارضيه. العمق هنا 7 متر، المكان اللي انت فيه 7 متر غوط، جبناه وجبنا العواميد كلها برجالتنا وما لقيناش حاجه، ومسحنا البحر من هنا لغايه الزوامل من هنا في الارضيه، 2 هنا و2 هنا. مفيش حاجه للوجود في الارض ميه خالص. لو موجود هنا كنا جبناه، لو في سيخ حديد كنا جبناه، ومش اول واحد ينزل عليه نجيبه.
احنا جبنا ناس كتيره من الميه، ناس بقى البحر ده؟ ايوه 2 و3 واللي بقى 4 ايام جبناهم، ولكن ده مش لوش وجود. ده انا اللي بقول لك، انا بندور على سراب مش موجود لغايه ما نزلنا عند العواميد الكوبري الزوامل غطسنا عليه قلنا يمكن شابك فسيخ. انت اسمك ايه؟ محمد. محمد؟ انت اخو عبد الله؟ يا عم اتكلم. بتعيط ليه؟ عايز عبد الله. عارف حاجه؟ عايز عبد الله؟ ده سيده اهو. ان شاء الله باذن الله لو عبد الله في الميه باذن الله هيخرج، ولو هو في مكان تاني باذن الله برضو هيرجع لكم باذن الله، وانا كل ثقه باذن الله ان عبد الله مش في الميه وفي مكان تاني باذن الله. زي ما حضراتكم شايفين دول الغواصين بقالهم 15 يوم. يعني انتوا بتغطسوا تحت؟ ايوه بنغطس نجيب الارضيه من تحت. لو حته حديده بنلاقيها تحت، بنمسح الارض من تحت خالص، مفيش حاجه خالص في الوجود، ونزلنا بين العواميد ديت. في حد من اصحابه اللي كانوا معاه موجود هنا؟ انا لا طبعا، انا سمعت ان مش موجودين، لكن الحكومه خدتهم الحكومه طبعا امبارح. مش هقول البلد حضرتك نزلت الميه، احنا كنا شباب البلد كله نزل الميه لحد الزوام. ناس منشوره على احنا عايزين تكثيف ناس سايبين من الغواصين اهل الخير اهل الله يجوا ينزلوا معانا دور على حاجة. الولد. بقالنا 14 يوم حضرتك نايمين على التراب، وعايزين نطمن بس ندخله بس قبره بس، لدرجه مش لاقيين حد يقف جنبنا حضرتك. من اسكندريه راجل بس غواص بمراته اسمه هشام. ده من اكبر الغواصين. من اكبر الغواصين. ما نزلش. هي ونزل مره واحده، والمره الثانيه خدها من هنا لحد العباسه بالمركب ما نزلش وخد 18,000 ولا بناته ولا ابنه ولا مراته، احنا اللي نزلنا. اي نعم احنا خدنا منه انبوبه اكسجين، الانابيب عندنا خلصت من كتر النزول، خدنا منه انبوبه او 2، ولكن هو خد فيها حوالي عن 28,000 او 18,000. الراجل دوت بس انا بتهيألي لو هو في الميه ماشي. بس لا. حضرتك بص البحر قد ايه. احنا لا البحر مسحناه، هو مسحناه بس عايزين البحر من تحت ما فيش حاجه، بقول لك اشياء. لا احنا مسحناه، هو مش اول واحد ننزل عليه. ده بيطلعوا سمك من ده احنا تحت بننزل، وبيطلعوا لا بيجيبوا سمك، مش هيجيبوا بني ادم. اللي ده بني ادم هيلاقيه. لا ولا قلنا سيخ حديد يكون شابكه واقع في عرف ماسكه تحت، قلبنا الميه ونزلنا بين العواميد ديت. صعب تحت، صعب بين العواميد، لان ممكن الانبوبه تضرب من العمود الاكسجين بين الحرس، وبنطلع بين العواميد وبعضها ما لقيناش حاجه. يا جدعان ما فيش حاجه، مسحناها. طب انزلوا تحت، نزلنا لغايه ما رحنا لقرب الزوامل كده تحت، برضه بين الكباري الزوامل برضه ما لقيناهوش. والله بقى لنا اسبوعين نغطس برجالتي، والله ما خدنا. اتعرف بحضرتك؟ لوجه الله. انا شايفه ان حضرتك عايز جار المتوفي والصديق له وعبد الله ده ابننا، واحنا بنطالب الجهات المعنيه في الدوله. لا يوجد على المجرى الملاحي ترعه الاسماعيليه وحده انقاذ من مسترد بالبيس للعباسه، لا يوجد وحده انقاذ. احنا بنطالب بحقنا، حق بسيط جدا، ندفن ابننا، ندفنه. ما احناش عايزين حاجه الا كده. في وحده مظلات، في صعقه جنبنا، فيها غواصات، فيها. احنا فين من ده كله؟ احنا فين من ده كله؟ احنا بشر، وده اخوه، ده اخوه، يعني ده اخوه. انت ما شفتش عبد الله من ايه؟ عايز اخوه يدفنه، بده نفسه يحضن اخوه ويدفنه، واحنا خلاص احنا استعوضنا ربنا، هو توفى. واحد هنا الحكومه قلبت الدنيا. شوف دوت بني ادم بقاله 15 يوم في الميه. لا اله الا الله سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله. زي ما حضراتكم شايفين اهل البلد كلهم بيشيدوا بحق، او بيشيدوا في حق عبد الله، انه هو شاب كويس ملوش عداوه مع حد، شاب على خلق، كان بيعمل من اجل والدته واخوه. زي ما حضراتكم شايفين مستاء جدا، ونفسه يعرف اخوه فين سواء حي او ميت. الناس راضيه بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، بيقول لو ابننا ميت احنا عايزين نطلعه من الميه وندفنه علشان نعرف مكانه ونروح نزوره. اما لو حي كان في مشكله بينه وبين اي حد ايا كان، وعبد الله موجود عند الشخص ده، حقهم عند الاهل، يجوا يتكلموا مع الاهل، ان شاء الله يقدروا يرجعوا حقهم، وعبد الله يرجع في امان الله ان شاء الله. كلنا ثقه باذن الله في مباحث مشتول، وكلنا ثقه في رجال الداخليه ان شاء الله. وعايزين بس ناس متبرعه او غواصين متبرعين ان شاء الله يساعدوا الناس دي تعبت بقالهم 15 يوم، نبقى ايد واحده ان شاء الله. لو عبد الله في الميه يخرج على ايديهم باذن الله. بكده انتهت حلقتنا النهارده. دمتم في رعايه الله وامنه. كان معكم سميحه صلاح في حديث الشارع.